هو فين الدول العربية من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية والأردنية وتصفية القضية الفلسطينية تماما؟ صمت تام من كل الدول العربية وكأنهم موافقين على تصريحات الرئيس الأمريكي. فين أصحاب الشعارات الرنانة اللي كانوا بيقولوا افتحوا لنا الحدود يا مصروة باش نحرر القدس؟ كلهم سكتوا. الرئيس الأمريكي بيبتز مصر والأردن على حساب سيادة أراضيهم. كلنا سمعنا إنه مصمم على تهجير الفلسطينيين اللي موجودين في غزة إلى الأردن ومصر تحت مسمى إن غزة لم يعد فيها الحياة ممكنة. إسرائيل دمرت البنية التحتية لغزة تماما وأصبحت الحياة فيها شبه مستحيلة. الرئيس الأمريكي بدل ما يشوف حل للوصول لسلام عادل وحل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل اللي اغتصبت الأرض الفلسطينية من 70 سنة، عايز يصفي القضية تماما من مضمونها على حساب السيادة المصرية والأردنية. الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة صريحة رفض تماما الاقتراح الأمريكي وقال إن ده ظلم للشعب الفلسطيني وتصفية للقضية الفلسطينية، وقال سواء كان موجود أو غير موجود إن الشعب المصري بيرفض تماما التهجير والمساس بالأرض المصرية. كلنا دلوقتي لازم نقف جنب القيادة السياسية مهما كانت الظروف الاقتصادية صعبة في بلدنا. ننسى الضغط اللي علينا وننسى ارتفاع الأسعار، ولازم نبقى واقفين على قلب رجل واحد ورا القيادة السياسية ودعم الجيش المصري. 110 مليون مقاتل مصري جاهزين للدفاع عن السيادة المصرية والأرض بتاعتنا. سينا دي دفع عشرات الآلاف من المصريين أرواحهم ومن دمائهم علشان تتطهر من المعتدي والمغتصب. سينا دي شهدت بطولات وأمجاد الجيش المصري والشعب المصري، مش هنفرط فيها. وبعدين السؤال اللي بيطرح نفسه، ليه الرئيس ترامب مصمم على تهجير الفلسطينيين في غزة للأراضي المصرية والأردنية؟ طب ما يوديهم صحراء النقب، اشمعنى مصر؟ اقول لكم ليه بقى. علشان لو اتهجر الناس اللي موجودين في غزة والغالبية فيهم بينتموا لفكر حماس، ممكن يدخلوا مصر ويطلع من هنا بعض الصواريخ والاعتداءات على الكيان، فيرد الكيان يقول لك في ضرب جاي علينا من سينا، ونخش في صراعات وحروب وتدمير. مصر قادرة بجيشها وشعبها وقياداتها السياسية ان تحافظ على السيادة المصرية والأرض المصرية، لكن لازم كلنا نكون على قلب رجل واحد. تحيا مصر العظمى بشعبها الأبي القوي اللي هيقدر يحافظ على السيادة المصرية وعلى أرضنا.